كما قلت استاذ اللي جابوا هذا العام مبروك عليه، واللي ما جابوش يعني ماشي اخر العالم، يقدر العام الجاي يعاود يقرا وبالك يجيبوا معدل افضل. يعني كاين بزاف حالات كنا نشوفوهم، يعني بالك انا وحده جوزت الباك المره الاولى جبته بمعدل، لكن هذاك المعدل شغل ماشي هو اللي كنت حبته باش ندير التخصص اللي راني حباته، وعاودت العام اللي موراه وجبته معدل افضل. يعني هذه ربما رساله لبعض التلاميذ نقول لهم ما تفشلوش، تقدروا تعاودوه العام الجاي ان شاء الله وتجيبوه معدل افضل. يعني استاذ انت هل صادفت يعني مثل هذه الحالات انه بعض التلاميذ يعني في عام ربما ما يجيبوش ولا يجيبوا بمعدل يعني ما يعجبوش، والعام اللي موراه يجيبوا معدل افضل؟ نعم، كثير من التلاميذ انا اعرف تلاميذ وتلميذات يعني نجحوا في السنه الاولى في العام الاول بمعدل منخفض وما راحوش يقراوا في الجامعه، سجلوا بقوا في البيت وعاودوا قراوا في مدارس خاصه وفي مدارس تدعيم، واخذوا بعد ذلك السنه الثانيه اخذوا بمعدل ممتاز جدا وراحوا سجلوا في الاختيار الذي كانوا يطمحون ويرغبون في دراسته. نعم جميل فهي جدا. حالات كثيره موجوده، يعني ما التحقوش حتى بالجامعه، يعني مجرد انهم سجلوا مكثوا في البيت وانطلقوا في الدراسه بشكل مكثف في المدارس الخاصه وفي كذلك الدروس التدعيميه، وحسنوا مستواهم بشكل قوي وجابوا المعدل الذي يرغبون فيه وراحوا الى التخصص، والان راه بعضهم راهو الان طبيبات وغيرها حتى في التخصص. يعني الحمد لله. يعني ربما لو جميع واحده ويسمعنا يعني ياخذوا العبره باش ما يفشلوش ما يقنطوش. نعم. شغل ما يديروهاش كانه خلاص سي بون ما جبتوش هذا العام خلاص مسيرتي خلاص ما راحش نعاودوا.